ما حدش قال اطلاقا ان يعني اللي كانوا خارجين يوم الجمعه اللي فاتت او اللي كانوا خارجين في الاستفتاء قبل ذلك ضد الماده الثانيه من الدستور. فانا ضد حاجتين: المتاجره والمزايده بالدين. لابد من ان يكون هناك نصوص حاكمه ورادعه لمن يتاجر بالدين، من يخلط الدين بالسياسه، من يعتدي على دور العباد. يعني ده مطلوب تجديد هذه القوانين. النقطة الثانية مطلوب عدم، وهو ده المفروض، عدم أي حزب يقوم على أساس ديني. التعصب الديني الذي نحن لسنا ضد الإسلام ونحن مسلمون، وديننا بيقول الإيمان بكافة الأديان السماوية وبكافة الرسل، لكن حينما يكون هناك متعصب على الجانب الإسلامي ويقول نحن جئنا للدفاع عن الشريعة وبالروح بالدم نديك يا قرآن، أليس ذلك إشارة لتعصب على جانب آخر من حقه بها أن يقول بالروح وبالدم نديك يا صليب؟ هم يريدون أنهم يدخلوا البلد في حرب فعلا وفتن. طيب لماذا هذا الضوء الأخضر بقى؟ ده رأيي ضوء أخضر من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لماذا تركتم يفعلون ذلك في الاستفتاء؟ ولماذا وقبل 10 أيام من جمعة 8 يوليو كان في يدي يا إما باللون الأحمر يا إما باللون الأخضر أوراق تقول فلتخرجوا لتدافعوا عن هويتكم وشريعتكم لا تخذلوها، فمن يخرجون يوم الجمعة هم المليون ما بين قوسين الذين لو ليس من حق أحد، ليس من حق أحد، ليس من حق أحد أن يكفر الآخرين إذا اختلف معهم في الرأي، ولن يعطيهم الله سبحانه وتعالى رخصة من أجل أن يكفرون الآخرين. مزايدة الدين، خلط الدين بالسياسة مجرم، ومجرم أيضا أحزاب على أصول دينية. وأنا على هذا الأساس يعني أنا بحمل المجلس العسكري أنه لو ترك البلد بهذا يا إما له مصلحة في هذا يا إما سيترك البلد بتدخل بقى في بحور من الدم، لأن هو هيبقى مشارك بأن فئة تؤلف فئات أخرى على الشعب المصري ونتفاخر مع بعضنا. ومصر طول عمرها، وده اللي عايزة أقوله في الآخر، من يمنع الوجدان المصري العربي الفرعوني القبطي الإسلامي، من يمنع جداتنا وأمهاتنا اللي هم بيولعوا شمعة وبيوقدوا الشمعة للسيدة زينب الطاهرة ويوقدونها لمريم العذراء الطاهرة. لن يستطيع أحد أن يقتص من جذورنا ووجداننا ذلك. شكرا. الجزئية بتاعت ما حدث في التحرير من أعلام السعودية والعلم المصري اللي مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، جزئية مزعجة صحيح وسيئة، ولكن خلفياتها وأبعادها أخطر من الحدث. وأنا عاوز أتكلم على خلفياتها. الحراك الشعبي المصري الذي حدث في 25 يناير لا شك أنه تلقائي، ولكن لا شك أيضا أن أي حراك شعبي في أي مجتمع هناك قوى تريد أن توظفه لمصلحتها. ما هي هذه القوى التي تريد توظيف الحراك الشعبي المصري منذ البداية لمصلحتها؟ أولا داخليا التحالف السلطة القديم بأبعاده المختلفة المالية والإدارية والأمنية والإعلامية. أجنبيا الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وقد أعلن عدة مرات، أحدها يوم 31 يناير على اليوتيوب توني بلير بيهنئ الشعب المصري ويقول نحن نريد إدارة الثورة حتى لا تتجذر، والتجذر هو بالتحديد كامب ديفيد وسياسته. هناك من تنبأ بالثورات التي تحدث الآن. برجينسكي المستشار القومي لكارتر في نيويورك تايمز 2009 تقدروا تطلعوه يتحدث عن الثورة السياسية الكونية، والأخطر من ذلك يتحدث عن إدارة. ويبدو أن الإدارة الأمريكية والإدارة الأوروبية اقتنعت أن
الإسلام السلفي والإسلام بين قوسين المعتدل هو أحد العناصر التي تمنع تجذير الثورة والتي تجعلها في الإطار المقبول أمريكيا وأوروبيا. الذي حدث في ميدان التحرير يفرض علينا جميعا واجبات عظمى، وقد يعرف البعض منذ البداية تحفظي حتى على شعار الثورة حرية عدالة اجتماعية تغيير، لأن القضية الوطنية غائبة. وقد يعلم البعض أيضا أن الحراك السياسي في السنين الماضية التي وضع القضية الوطنية في الخلف كانت نتائجه سلبية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك وطن حر مواطن حر في وطن غير حر. ومن العجيب أن ثورة 19 كان شعارها الدستور والاستقلال، والآن نرفع شعارات تغيب فيها بوضوح القضية الوطنية. ولهذا أنا سعيد في هذا اللقاء وهذه الشخصيات التي جاءت لتعبر عن ضرورة إبراز السيادة الوطنية ورفض التدخل الأجنبي بأشكاله من التمويل الأجنبي. نحن عقدنا في هذه القاعة منذ 7 سنوات أو شيء من هذا القبيل ندوة حول التمويل الأجنبي، ندوة أكاديمية منشورة نحدد من هذه الوسائل التي كانت ناجحة في شرق أوروبا وفي دول أخرى وليس فقط في مصر. إذن هدفي في هذا اللقاء أن قضية التدخل الأجنبي والقضية الوطنية لابد أن تكون في صلب تحركنا الشعبي، وأن نفضح التآمرات. أتحدث عن التآمر الذي ينكر أن هناك تآمر، هو يا إما جاهل يا إما هو جزء من المؤامرة. هناك تآمر، وعلى الصحفيين الموجودين أن يقرأوا المعلومات الغزيرة من الكونسل اوف فورين ريليشنز الامريكاني لتقارير عن السياسه الاستراتيجيه الامريكيه الى اخره الى اخره. معلومات غزيره للاسف باللغه الانجليزيه تتحدث عن الاهداف الامريكيه والاوروبيه في هذه المنطقه، وبالنسبه للحراك الشعبي المصري والسوري واليمني والليبي الى اخره، لان القضيه لا يصح ان نجزئها فنفقد معالمها الأساسية. هناك هجمة عامة على الشرق العربي، على الأمة العربية لهيمنتها، ويبدو أن أحد مكوناتها الشعارات الدينية المهجنة مش المقاومة. يعني تعرفين المقاومة اللبنانية مقاومة فلسطينية مقاومة إسلامية، ولكن هي تطلق عليها الإرهاب في الخطاب الأمريكي والأوروبي. أما السعودية التي تصرف منذ سنوات عديدة مئات الملايين وليس في مصر، ولذلك هي بلايين في إندونيسيا وباكستان وخلافه، هناك مشروع عام. ولذلك أنا أقول للصحفيين والشباب بالذات أن النظرة الجزئية تفقد معالم المؤامرة. وبالتالي أعود كلمتي الأخيرة، نحن هنا وراءنا واجبات كبيرة، تثقيف الشباب وتعميق رؤيتهم السياسية وربط القضية الوطنية بالقضية الحريات بالقضايا الاقتصادية. وعندما نقول القضايا الاقتصادية نقصد شعار غامض اسمه عدالة اجتماعية، وإنما نقول بوضوح أن المسار الاقتصادي المرتبط بالعولمة لا يمكن إلا أن يؤدي إلى إفقار مئات الألوف من الشعب المصري، ولا يمكن إلا يؤدي إلى تخلف مصر. لابد من تصحيح المسار الاقتصادي بتنمية حقيقية تخدم الشرائح الواسعة من الشعب المصري. فننادي باستقلال اقتصادي، استقلال سياسي، استقلال ثقافي، استقلال وطني حقيقي. وشكرا. أحب أضيف طبعا متفق مع أغلب لو انت تسأل انا معروف في كل الدوائر الامريكيه والاوروبيه. هنتكلم عن نقطه واحده وهي دور السعوديه في تمويل الحركات المضاده الوطنيه.
الملك سعود، الملك عبد العزيز الكبير، في يوم من الايام من 40 50 سنه جمع اولاده وقال لهم يا اولاد احنا عايشين هنا مئات السنين والثروه الموجوده دي تحت رجلينا وما احناش قادرين بيها. جم الامريكان طلعوها وادونا حقنا، فنشكر ربنا ونشكر الامريكان. ومن يومها للنهارده الدوله السعوديه بتضع 6% من ايراد البترول للصرف على الدعوه للاسلام الوهابي، مش بس في المنطقه بتاعتنا، مش في الشرق الاوسط، ولكن في افريقيا، في السنغال، في افريقيا جنوب الصحراء، في باكستان، في اندونيسيا الى اخره. هذا الفلوس دي كلها هم بيعتبروا ان دي جزء من اللي الامريكان بيدوه لهم عشان ثمن البترول، فهم عليهم انهم يطلعوا هم كمان جانبهم زي ما تقول الزكاه بتاعت الفلوس اللي جايه لهم من امريكا، يحطوها في الصرف على النشر الاسلامي الوهابي في كل هذه الدول. وهذا الشكل من الاسلام طبعا لا يخدم اطلاقا الشعوب بتاعتنا، وانما يخدم فعلا الاهداف الامريكيه اللي بتصرف عليه بس من طريق غير مباشر عن طريق السعوديه.